وما كيعرضوش علينا، ولو كانوا كيعرضوا علينا حنا كنلبيو النداء، رغم ان الاجانب في بعض الاحيان كيجيو بالفلوس كيخلصوهم باش يجيو. وكاينين في مهرجانات اخرى ان المهرجانات العالميه اللي كنمشيو لها بعض الاحيان كنمشيو معززين مكرمين. انا الان معروض تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال المهرجانات، منهم واحد في كندا، معروضين في جوج في امريكا، وتنمشيو معززين مكرمين، لان للاسف هنايا باقي الفنانه، ولكن هذه خص الفنانه ما يبقاوش يديروها، كيمشيو يوقفوا يشدوا الصف باش ياخذوا البادج، باش ياخذوا لاكريديتاسيون. رغم انهم خصهم هما يتعزموا وما يتعرضوا الاولين، الاعمال ديالنا تكون هي الاولى، التكريمات تكون للفنانين القدام اللي بناو السينما، ماشي اللي واحد اللي جاي من اللور ولا اي واحد دار شي فيلم اللي فيه العرا وفيه هذا هو اللي غادي ياخذ التكريم. التكريم يكون للمعلم، يكون للاستاذ. وملي كنتكلم على المعلم والاستاذ فماشي غير في المدرسه، كنتكلم عليه حتى في الميدان الفني والميدان الثقافي. الناس اللي قراونا السينما هادو هما اللي خصهم يتكرموا، هما اللي خصهم ياخذوا التهنئات، وهما اللي خص الجمهور يمشي على قبلهم، ماشي نجيبوا ناس اجانب ونديروهم فوق منا ونحسوا بروسنا اننا وكاننا باقيين مستعمرين. فالفنان المغربي واجد وكاين، ولكن للاسف ملي ما كيعرضوش عليه فهو عنده كرامته، فما يمكنش يمشي. الان سيدي مدينه الاعلام تعاودت قدينا المشروع ووجدناه، والان هذه يلاه شي 3 ايام دابا باش خدينا الترخيص، باش ان شاء الله غادي نبداو. ودخلنا في مفاوضات مع بعض المستثمرين من اجل ان شاء الله بناء البدايه والشروع في المشروع، وهذا راجع الفضل ديال الله سبحانه وتعالى ولصاحب الجلاله، لان هذا المشروع ما كانش غيدار لولا سيدنا الله ينصرو وقف بجنبي وقفت الرجل والاب، يعني اللي باغي هذه البلاد تمشي للقدام، واهتم بالملف ديالي في الوقت اللي كانوا وحدين اخرين تيحاولوا انهم يهرسونا وياخذوا. اما الوزير ما تعولش عليه، الوزير ما تعولوش عليه، تنقول انا لا الوزير ولا هذا تعولش عليه. انت شوف شنو قادين حتى على اشغالهم يقدوا على ما كاينش، ما تعولش عليهم. انا تنقولها وتنعاود نقولها، الوزاره هذه الحكومه حكومه فاشله، وهذا الوزير ديال الثقافه وزير فاشل، وليست له الامكانيات وليست له الثقافه الكافيه باش يكون وزير ديال الثقافه. وتنقولها واتحمل مسؤوليتي. وانا الا بغى نجلسوا انا وياه، لان كتشوف وزير تيخطب باللغه العربيه ويتلعثم ولا يجد ولا يعرف سميتو الفاعل من المفعول به، هذه راه صعيبه هذه القضيه. خاطر سيدنا